السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة سلمى للوصفات المصرية. إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة طريقة عمل كفتة الرز في البيت. طبعا أنا أوقات بوديها للجزار لما تكون هتعملها لحمة جملي أو لحمة كندوز، أو بتجيبي اللحمة مفرومة وممكن تعمليها في البيت زي ما أنا هعملها معاكم دلوقتي. طبعا المقادير عندنا، انت الأول من بالليل الرز هنا بتغسليه وتحطيه في مصفى وتخليه تاني يوم لغاية ما ينشف خالص. طبعا اليوم اللي هتعملي فيه الكفته تصبحي بقى تروحي فرماها في الكبه اللي هي بتاعه الخلاط، الفرم الناعم ده، عشان تسهل عليكي في الكبه بتاعتك انك تعمليها. تطحنيها الطحن ده بالطريقه دي. وطبعا هنا الخضره شبت وكزبره، وتكوني مقطعها برده صغير عشان يسهل عليكي. البصل برده قطعناه والفلفل. وهنا عندنا توم، بتحطي المقدار اللي يعجبك، عايزه تحطي فصوص عادي توم. وهنا طبعا هنا بهارات وبابريكا وكمون وقرفة وتوابل طبعا اللي انت عاوزاها، وشطة لو حبيتي. وهنا نص كيلو لحمة مفرومة. نص كيلو اللحمة المفرومة ده هياخد بالظبط معايا نص كيلو رز بالظبط. هنبتدي بقى نخلط المقادير دي كلها. اولا هبتدي بالبصل والفلفل والخضرة. نحط البصل والفلفل، هي بصلة بس متوسطة كده وفلفلاية. عشان تنجح معاكي الكفتة دي لازم تكون كل حاجتها اللي مطحون وتقطعيه بالشكل ده عشان كله ينجح معاكي. طبعا في مكنة يدوية بتتعمل بيها برضو بتنفع فيها. اول حاجة انا هفرمهم فرم ناعم خالص كده مع بعضيهم. اضيف ملح ابيض سهل عملية الفرم، ومنها برضو تتبل الكفتة. هضرب تاني للبصل، عايزاه يبقى ناعم قوي. هبتدي اضيف الخضره واحده واحده واضرب، مش هحط كل الكميه مع بعضيها. فرمت البصل مع الخضره، انا هضيف لهم التوابل هنا عندي بهارات، بابريكا، سنه فلفل اسود، كبابه صيني، كمون وقرفه وشطه لو انت عايزه. بالشكل ده كل المقادير، كل التوابل مع بعضها في الخلطة اللي هي بتاعت الخضرة والبصل، وهضربهم تاني مع بعض. وابتدي بقى احط الرز واللحمة، نضرب كل الكميات طبعا مع بعض. نحط بقى معلقة التوم او 4 فصوص توم زي ما ده، بس انا عندي توم جاهز اهو بالشكل ده كده. وبرده ضربة، وهبتدي اضيف الرز هضيف الرز اهو معانا واحدة واحدة. ابتدي اضربهم بقى تاني. طريقتها سهلة جدا بس عايزة صبر شوية. هنضيف نص كيلو لحمة طبعا، وهنفرم واحدة واحدة عشان ما يبقاش تقيل على الكبة. ولسه برضو عندي هنا الرز برضو كله بالتساوي. احط لحمة وارجع احط رز لغاية ما تخلص كله وتنعم معانا. ضفت الرز، واخر حاجة هي اللحمة. انا بعملها معاكم خطوة بخطوة. هضرب ده كله مع بعض وهنشوف شكلها النهائي طبعا، وتظبطي الملح بتاعك. هضرب اخر حاجة انا فرمتها بالشكل ده. طبعا انت لو لقيتيها هي عايزه فرمه تاني بس تخفيها شويه من الكبه، انا خفيت شويه اهو نصها عشان ما تبقاش تقيله على الكبه. دي تاني فرمه ليها عشان انعمها قوي بالشكل ده. فانت ما تخليهاش كلها في الكبه علشان ما تبقاش تقيله عليها. دي اول فرمه انا فرمتها خلاص، هفضيها واعمل الفرمه دي ونوريكم حاجه اخر حاجه بقى ان شاء الله. خلاص انا نعمتها كده. هي خلاص كده خلصت بالشكل ده كده. بتجيبي طبق، بتحطي زيت كده فيه في قعر طبق كده، وبتفضي بقى فيه الكفته. بس ما بتتعملش على طول، انت بتحطيها في التلاجة شويه يعني ساعه كده. لو تبتدي بقى ان شاء الله تنوي تعمل الكفته دي، تنوي من الصبح كده، ومن بالليل تغسل الرز عشان تصبح يبقى ناشف وتقدري تطحنيه في المطحنه. يطحن معاكي على طول عشان ما ينفعش يطحن مبلول. بس هفضي ده كله وارجع لكم. الكفته بقى انا بقت جاهزه اهي. انتي بس امشي بالخطوات دي وان شاء الله هتطلع كويسه معاكي. طبعا بتظبطي الملح بتاعه الكفته. طبعا انتي مش هتصبيها على طول وتعمليها، انا هسيبها ساعه في التلاجة. لو انتي مش عايزه تعمليها النهارده بتحطيها في كيس، بس طبعا يكون في زيت من تحت كده.
بتحطيها في كيس وتشيلها في الفريزر، تشيليها كده بحالها كده في الفريزر، ولما بتيجي تطلعيها مثلا تطلعيها من بالليل تحطيها في التلاجة وتعمليها ان شاء الله. ان شاء الله هعملها معاكم الكفتة دي بإذن الله، بس حلقة تانية ان شاء الله عشان الوقت بس. كده طبعا حلقتنا تكون خلصت، وان شاء الله تكون الكفتة تكون سهلة عليكم، وانا قدرت اعمل لكم الخطوات والمقادير بالظبط. بشكركم جدا جدا، وبشكركم لتعليقاتكم جدا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.